هي عصابة. عصابة لازم جرس انذار للي بيحصل والبلاوي السوداء اللي بتحصل. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ان في زوج وزوجة كانوا ربنا ما اداهمش او ما حبهمش بالخلفة، ما كانوش بيخلفوا. حاولوا ان هم يعملوا اي طريقة للخلفة، وراح عمل تحاليل الزوج، اتقال له ان نسبة كبيرة من الحيوانات المنوية بتاعتك بتبقى ميتة يعني، لكن في نسبة ضئيلة، ممكن بالحقن المجهري انك ناخد النسبة ديت الحيوانات المنوية اللي هي حية ونضعها في رحم زوجتك، وبالتالي تحصل عملية الحمل وتجيب الولد اللي نفسك فيه او البنت اللي نفسك فيه. فطبعا الزوج والزوجة قال ايده على كتفكم، ايدي على كتفكم، يا ريت. فطبعا واحدة صاحبة كان هم راحوا للراجل ده او للدكتور ده او لمعمل التحاليل ده بناء على نصيحة من صديقتها. كان في واحدة ست صديقة الست اللي هي زوجة الراجل ده، وقالت لها روحي اعملي تحاليل وخلي جوزك يعمل تحاليل عند المعمل ده معمل محترم وهيجيب لك الحل اللي يخليك تخلفي. وبالفعل الزوجة قالت لزوجها تعالى ده انا صاحبتي بتقول لي كذا كذا وده هيجيب لي حل وبتاع. فراح وقالوا له، قال له نفس القصه وحقن مجهري وبتاع، فقعدوا مع بعض ايه رايك يا حبيبتي، يا ريت ومش عارف ايه، طب هيكلف كذا، هيكلف 10 قروش، طب يلا هنروح نعمل عمليه الحقن المجهري وان شاء الله تكوني ربنا يلهمك الذريه وربنا يكرمك بالولد الصالح ويكرمنا احنا الاثنين طبعا. المعمل او عن طريق هذه السيده قالت لهم لا المعمل ده مرتبط بمركز طبي، المركز الطبي ده هو اللي هيعمل لكم العمليه. قال ماشي، اهم حاجه ان المعمل واثق في المركز الطبي، والمركز الطبي فيه سمعه عليه ان هو يعني الناس بتخلف منه، او الناس اللي بتروح تعمل حقن مجهري نسبه كبيره بتخلف. تمام. فرح طبعا مضى اقرار الزوج انه يعني انه المركز الطبي خالي المسؤوليه، وبالفعل اخذوا العينه من الزوج، والمفروض انه دخلوا غرفه العمليات علشان يعملوا العمليه للزوجه ويحطوا العينه في الرحم، يعني الحقن المجهري يعني. بس طبعا اوضه العمليات بتتقفل، تاخد البنج وتتقفل. كان موجود في غرفه العمليات والزوج بره، الدكتور اللي هيعمل العملية وممرض مساعد. المهم خلصت العملية والدنيا تمام وروحت، وفجأة المدام بعدها بشهرين حامل. خد عندك فرحة طاغية وتبريكات، ألف مبروك ألف مبروك، ده المركز الطبي، ده مش المركز الطبي ده عالمي والحكاية. ففوجئت إن صاحبتها بتبارك لها، وطبعا كلمت صاحبتها أنا حامل وبتاع وفرحانة وألف شكر يا حبيبتي وبتاع. فلقيت لها بعتها 3 فيديوهات على الواتساب بتاعها، بعتلها 3 فيديوهات على الواتساب بتاعها. تفتح ال3 فيديوهات فوجئت بالكارثة والفاجعة. ايه بقى؟ فوجئت ان هي ما تحطلهاش العينة بتاعت زوجها. امال ايه؟ فوجئت ب3 فيديوهات بعلاقة جنسية كاملة، واحدة من الدكتور وواحدة من الممرض وواحدة من الممرض المساعد. 3 فيديوهات هي متخدرة وعريانة كما ولدتها أمها، و3 علاقات جنسية موجودة تم يعني اتعملت. طبعا كانوا محددين الميعاد الرسمي أو الميعاد المظبوط اللي ممكن تحمل فيه، اللي هي بعد الدورة بكذا يوم وبتاع، ومظبطين الدنيا إن في اليوم ده ممكن يحصل بنسبة كبيرة الحمل، وبالتالي مارسوا ال3 معاها وبالفعل حملت. فهي اتدمرت، انصدمت. امال الواد ده ابن مين؟ ازاي؟ قالت لها بقول لك ايه،
اول حاجه لازم تنشري ان المركز الطبي ده هو اللي خلاكي حملتي، عشان يتعمل له شهره كويسه. ده اول حاجه. تاني حاجه تاني حاجه الفيديوهات دي انا هنشرها لو ما كلمتيش اصحابك وخليتيهم يجوا، اللي هم ما بيخلفوش، ويجوا بالمركز الطبي عشان يعملوا زي انا ما عملت معاكي بالظبط. وكمان عايزك تيجي عشان الدكتور بيحب في اوقات الفراغ يريح نفسه، فعايزك لانه اعجب بيكي والحكايه ديت، يعني انت ركبتي معاه فاحتاجك. ولازم تطلعي من جوزك، ولو ما اتطلقتيش من جوزك هننشر الفيديوهات دي. فهي قعدت تفكر ايه المصيبه اللي حطت نفسها فيها، فمش عارفه تعمل ايه. طلبت من زوجها الطلاق عشان الفيديوهات ما تنتشرش. يا بنتي ليه؟ ايه اللي حصل؟ ده احنا لسه ربنا كرمنا بحمل. طلقني. المهم غابت فترة معاها عشان اختصر لحضراتكم لحد ما طلقها بالفعل. وراحت متصلة بصاحبتها ديت قالت لها اديني اتطلقت، اديني اتطلقت، زي بقى ما حملتيني بعد اذنك شوفي لي حل ان انا اسقط او اعمل عمليه اجهاض وتخلي الدكتور ده يعملها لي. قالت لها تعالي نامي مع الدكتور وهو يعمل لك عمليه الاجهاض. رفضت. وبالفعل قعدت تدور على حد يعمل لها عمليه اجهاض لحد ما لقت ناس من السكه الشمال ديت، وكان والدتها على علم بالموضوع ده، كانت هي حكت لوالدتها. فراحت علشان تعمل عمليه الاجهاض ديت. راحت ودخلت وكان معاها والدتها، دخلت واخدت البنج وراحت في غيبوبه، وبالفعل اتعمل لها عمليه الاجهاض. وهي بتفوق فوجئت لقت ان جوزها واقف قدامها، اللي هو طليقها، جوزها اللي كان جوزها يعني. انت ايه اللي جابك وايه اللي عرفك وايه اللي مش عارف يعني اللي حصل وايه اللي جابك هنا؟ قال لها من غير ما تتكلمي في اي حاجه، انت تم الاجهاض، انا عايز اعرف الحكايه ايه اللي حصل ايه. طب انت ايه اللي جابك هنا اللي عرفك؟ قال لها والدتك، انا بكلم والدتك، قالت لي الوضع ان هي بتعمل عمليه اجهاض لان تقريبا الولد ده مش ابنك، فهي مش عايزه حد يكون في رحمها ولد ما يكونش انت ابوه. وصدقني يا ابني الطلاق اللي هي طلبته كان غصب عنها لحاجات تانية انا ما اعرفهاش. قال لها بصي بقى، انا معاك اهو، وانا جوزك وانا حبيبك وانا اللي عمري ما اقدرش استغنى عنك، لازم تحكي لي ايه اللي حصل بالظبط من الالف للياء. قالت لها بص يا ست الكل، قولي لي وانا اتصرف، انا زوجك، انا ظهرك، انا سندك. قالت له بص، حصل، فاكر لما احنا عملنا العملية ورحنا عشان يعني حكيت له القصة يعني، وصاحبتي ديت ودتني المعمل والمعمل وداني للدكتور والدكتور دخل المفروض يحط العينة بتاعتك. للأسف عمل معايا كده، ووريت له الثلاث فيديوهات من التليفون بتاعها. وريت له الثلاث فيديوهات من التليفون بتاعها. فطلع الزوج على طول وراح رايح على مركز الشرطة مبلغ بالفيديوهات، ومبلغ ان عايزين الفيديوهات ديت وبالمركز الطبي. فطبعا الشرطة مش بتاخد اي كلام كده وخلاص وبناء عليه بتتنفذ، خصوصا ان ده دكتور يعني وده ليه سمعته ومركز طبي وبتاع. فبعتت الشرطة مرشدة على انها سيدة عايزة تعمل حقن مجهري ومعاها زوجها اللي هو برضه ضابط شرطة، لكن تنكروا في هيئة اتنين عاديين. وبالفعل رايحين على السمعة طبعا الطيبة، ودخلت الست، وعند دخولها غرفة العمليات فقالوا ان هي هتاخد بنج. فكانت الخطة خد البنج عادي، اخذ البنج ونامت. اول 5 دقايق بعد
بعد البنج دخل ضابط الشرطة اللي هو زوجها، فوجئ لقى الوضع اللي هو عليه. طيب طب هو صبر لحد ما هي يعني دخلت؟ طب افرض كان عمل معاها حاجة، طب افرض كذا. ما هو اللي ما تعرفوش ان الشرطة او هذه الشرطية وهي داخلة كانت واخدة معاها كاميرا، وراحت مثبتاها يعني في مكان كده وهي داخله وهي واقفه يعني لسه على رجليها وهتنام بقى عشان تاخد الحقن وبتاع، فثبتت كاميرا بحيث يتابعها من بره وقبل ما تحصل اي حاجه يتم الدخول. بس هما كانوا عايزين يثبتوا ان تم الموضوع ده بالظبط، وبالفعل تابعها من بره لحد ما جه ينفذ، دخل عليه وراح قابضين على الثلاثه وخدوهم، وده في قيد التحقيقات حتى الان. ربنا يرحمنا اللي بتحصل من الناس. طبعا جابوا السيدة اللي هي يعني ودتها او اللي كانت يعني مبلغة عنها، وجابوا الفيديوهات ولقوا عندهم فيديوهات كتير لناس كتير، وهم قيد التحقيق طبعا مسحوا الفيديوهات بتاعت الست، ورجعت الست لزوجها بفضل الله. ولكن الثلاث ذئاب دول وهذه الخلية الآن، السيدة اللي هي صاحبتها والثلاث رجالة دول، الدكتور والممرض ومساعد الممرض، دول دلوقتي في النيابة ومقبوض عليهم وفي قيد التحقيقات. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا اللي بيحصل في البلد؟ شفتوا الناس وصلت لإيه؟ ده بعد عن الدين، ده بعد عن الدين، ده بعد عن الإسلام. فين انتوا من الدين؟ هو اي حاجة عندكم كده عادي؟ طب حملتوا كام واحدة؟ مارستوا كام مرة علاقة مع كام واحدة وحملوا منكم؟ طب الولد اللي جه ده ابنك ولا ابنها ولا ابن وابن ابن مين فيكم؟ هو احنا ايه بنعمل كده وعايزين نجاح للمركز على اي حساب اي حاجة؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.